ركز بالصورة زين. يركز ركز كمان شوي. اي تمام. بس هذا القبر تعرف لمن؟ هذا قبر عمر بن عبد العزيز الأموي الخليفة رضي الله عنه، اللي قال انثروا القمح على رؤوس الجبال كي لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين. رضي الله عنك يا عمر. هذا جد الفلسطينيين، جد أهل غزة، وجد أهل سوريا، وجد المسلمين الموحدين. هذا القبر نبشته إيران، ميليشيا إيران نبشوا القبر وهدموه، ونبشوا قبر خالد بن الوليد، ونبشوا قبر معاوية. هذه أفعال إيران. فاللي استهان بالمقدسات هذه اللي تخص الموحدين المسلمين السنة فما راح ينصر دماء الفلسطينيين. هاي من الآخر خذها، ولا يغرك الداعي يصير مجرد دعاية عشان نشر التشيع يكون سهل. ما قدروا يقنعون المسلمين السنة بكتبهم ودينهم لأنها غير منطقية، فما لقوا غير العاطفة الحربية فقط لنشر التشيع، لسهولة إدخال التشيع في عقول العرب. لكن خسئوا وراهم